انا قمر. ممكن الاسم مش لايق عليا زي ما الناس كتير ما بتقولي، بس انا بقى شايفه نفسي دايما قمر. بس الناس دايما شايفيني وحشه، وده بسبب الوحمه اللي في وشي اللي انا اتولدت بيها، اللي يعتبر مضيعه ملامحي كلها. بس هي دي خلقه ربنا، ونفس الناس كلها تفهم كده ويعرفوا ان التنمر ده شيء بشع وبيوجع قوي. انا متفوقه في دراستي جدا، بس دايما زمايلي في الجامعه شايفين ان الحلو ما بيكملش. تعالوا لما احكي لكم قصتي المأساويه واللي انا عشتها بسبب التنمر. اول يوم في الجامعه ليا، وكنت مبسوطه جدا ساعتها زي اي حد اول يوم دراسه. بس للاسف فرحتي ضاعت، وده بسبب ان انا لقيت مجموعه من الشباب والبنات واقفين وعمالين يبصوا عليا ويضحكوا. وبعد كده لقيت مي صاحبتي بتقولي: ايه مالك يا قمر، زعلانه كده ليه؟ بصي بيبصوا لي ازاي وعمالين يضحكوا عليا. سيبك منهم، دول ما عندهمش دم، ده انت حتى زي القمر. انت بتضحكي عليا، انا عارفه كويس ان انا مش قمر ولا حاجه وانت بتصبريني. لا والله انت فعلا زي القمر وملامحك جميل قوي، ده كفايه قلبك وطيبته، واللي يعرفك يعرف قد ايه انت قمر قوي من جوه قبل من بره كمان. ضحكت من كلامها وقلت لها: انت عارفه يا مي، انت وماما اللي دايما بتبسطوني بكلامكم ده، ربنا يخليكم ليا يا رب. وبعد كده جت علينا نور ولقيتها بتقولي: ازيك يا قمر، مع اني مش مقتنعه بالاسم ده خالص. لما انت بشكلك ده وتكوني قمر، امال انا بقى ايه؟ ها قوليلي ابقى ايه؟ ما كنتش عارفه ارد عليها، وعيوني اتملت بالدموع ساعتها. الجمال مش جمال الشكل يا نور، الجمال جمال الروح والقلب. يا حبيبتي، طبعا الجمال بالشكل والجسم، واللي في القلب في القلب يا حبيبتي. طبعا اذنكم، انا اروح اجيب حاجه من الكافيتيريا وهاجي على طول. اول ما قمر ما مشيت زعقت فيها، قلت لها: هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عاجبك كده؟ اهي زعلت، حرام عليكي يا شيخ. هو في ايه يا ست مي؟ هو انا كنت قلت حاجه غلط ولا حاجه غلط؟ ما هي دي الحقيقه، وهي بقى عارفه نفسها انها مش حلوه. لا، قمر حلوه وحلوه جدا كمان. روحي بصي على نفسك في المرايه يا نور، انت كل اللي انت فيه ده مجرد ميك اب مش اكتر، عن اذنك. مي قالت لي كده وسابتني ومشت. بقى كده اما وريتك يا ست قمر ما بقاش انا نور. كنت قاعده على جنبه وعمال اعيط، لقيت مي جايه عليا وبتقولي: هو انا بقى ممكن اعرف انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ مفيش حاجه يا مي، ما هو انت عارفه نور وكلامها كله زي السم ومحدش بياخد على كلامها. بس هي بقى ما قالتش حاجه غلط، فعلا انا مش حلوه. ما تخليش حد يهز ثقتك في نفسك يا قمر. حاضر يا مي، يلا بينا على المحاضره. وفعلا دخلنا المحاضره، ونور كانت قاعده مع الشله وفضلوا عمالين يضحكوا اول ما شافوني. بس انا حاولت ان انا اتجاهلهم تماما، بس لقيت واحد فيهم بيقول لي: هو انت اسمك ايه؟ بس ما تقوليش انا اللي هقول. اسمك ايه؟ اسمك هلال صح؟ لا وانت الصادق اسمها هلاك. على فكره بقى عيب الكلام ده، ما تحترموا نفسكم شويه، ايه قله الذوق دي؟ مالكيش دعوه انت يا مي، خليكي في حالك شويه بعد اذنك. خلاص يا مي، انا مش زعلانه. اهي بتقولك ان هي مش زعلانه، صح يا وحمه؟ بقول لكم ايه يا ولاد، ايه رايكم نسميها وحمه؟ حلو مش كده صح؟ تصدق عندك حق، ده الاسم ده لايق عليها قوي، مش كده يا وحمه؟ الكل بقى عمال يضحك على كلامه، وانا ما قدرتش اقعد اكتر من كده، اخدت بعض ومشيت بسرعه. عاجبكم كده؟ حرام عليكم، هو انتم ايه مش عارفين ان ده تنمر وان ده حرام؟ معلش بقى يا ست مي، اصل احنا بنموت في التنمر. فضلت ماشيه وانا عماله اعيط، لقيت مي جت ورايا وقفتني وقالت لي: هو انا ممكن اعرف انت مشيتي ليه؟ انت هتاخدي على كلامهم ولا ايه؟ انا مش عاوزاكي تتاثري يا قمر، خليكي واثقه في نفسك. لو سمحتي يا مي سيبيني امشي، انا بجد مش هقدر اقعد اكتر من كده. بس احنا كده مش هنحضر المحاضره، احضريها انت وانا هبقى اخدها منك. يعني كلامه ما يأثر فيكي للدرجه دي؟ انا هاجي بكره، لكن دلوقتي والله ما هقدر. واخدت بعضي ومشيت فعلا، ورجعت على البيت. ماما اول ما شافتني قالت لي: يو، هو انت رجعتي ليه؟ نسيتي حاجه ولا ايه؟ فضلت اعيط واترميت في حضنها. ليه يا ماما؟ ليه انا شكلي وحش قوي كده؟ ومين بس اللي قالك انك وحشه يا قمر؟ ده انت قمر يا حبيبتي. بعد اذنك ما تضحكيش عليا، انا عارفه ان انا وحشه والكل بيتنمر عليا. سيبيهم يتنمروا، دول بعيبوا على خلقه ربنا، احنا ما نقدرش نخلق ضفر حتى، وربنا خلقك كده. قولي الحمد لله وما تخليش حد يأثر عليكي يا قمر. مش بقدر يا ماما، مش بقدر، كلامهم بيكسرني قوي من جوه. لا ما يكسركيش، خليكي قويه كده وردي على التنمر بتاعهم، وما تبقيش ضعيفه قدام حد يا قمر. حاضر يا ماما، هحاول. انا هدخل اوضتي دلوقتي. قمر قالت لي كده وسابتني ودخلت. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يقول لك كلمه تكسرك يا بنتي. دخلت الأوضة بتاعتي وقفلت على نفس الباب، وبصيت على نفسي في المراية، وفضلت حاسس على وشي وأقول: ياه، هو أنا وحشة قوي كده؟ ملامحي ما تتشافش خالص للدرجة دي؟ يا رب يا رب، أنا راضية والله،
بس ابعدهم عني، ابعدهم عني وابعد تنمرهم عني. وبعد شوية عمتي جت هي وبنتها، خرجت لهم. ازيك يا قمر؟ الحمد لله يا عمتي، انا جايه بقى عشان اعزمك يا ناهد على خطوبه امل بنتي. بجد يا امل؟ مبروك يا حبيبتي. لقيتها بصت لي بكل استحقار وقالت لي شكرا. ربنا يتمم بخير طبعا، هنيجي واحنا محتاجين عزومه برضو. ماما يلا يا ماما قولي لها بقى. تقول لي ايه؟ هو في حاجه؟ انا الصراحه كده جاي عشان اقول لكم يا ريت يعني قمر ما تحضرش الفرح. اتصدمت من كلام عمتي وقلت لها ليه بس يا عمتي؟ هو حصل مني اي حاجه زعلتك؟ هو انت عاوزه ازاي تيجي وتحضري بشكلك ده؟ هو انت عاوزه تفضحيني؟ اتصدمت من كلامها. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ هو انا في حاجه؟ شكلك يا حبيبتي، هو انت ايه مش شايفه وشك عامل ازاي؟ ماما ردت عليها بكل عصبيه وقالت لها ومالها بقى شكلها يا امل؟ قمر بنتي زي القمر، وعلى العموم احنا اصلا ما كناش رايحين في حته، احنا مش فاضيين لحد، وكويس بقى انها جت منكم، انا كده كنت هعتذر اصلا، وان شاء الله في فرح قمر بنتي ما حدش فيكم يبقى يجي ولا يهوي بناحيته. واول ماما ما قالت كده ضحكت عمتي وقالت لها فرح مين؟ فرح قمر؟ وهو مين ده بقى اللي هينتص في نظره ويجي يتجوزها وهي بالشكل ده؟ ليه ان شاء الله، انا قمر بنتي حلوه وست البنات، الدور بقى على بنتك اللي من غير مكياج ما تتشافش. اوعي يا بنتي امل خطيبك يشوفك من غير مكياج لا يروح ويفركش الخطوبه ويسيبك ويتخض. شفتي يا ماما؟ انا مش قلتلك بلاش نيجي ولا حتى نعبرهم؟ عندك حق يا بنتي، انا اللي غلطانه ان انا جيت لحد هنا. ايوه غلطانه، وما تدخليش البيت ده تاني ولا انت ولا بنتك. ومشوا من هنا وانا انهارت من العياط، وماما قعدت تقولي هو انت بتعيطي على ايه؟ وهم دول يتزعل منهم برضو؟ ما انت عارفاهم، وكمان انت عارفه امل ان هي فاشله في التعليم وقعدت في البيت وهتتجوز وتصايح ولا شغله ولا مشغله، يعني جوازه معفنه زيها بالظبط، سيبك منهم. لما عمتي يا ماما بتقول عليا كده، امال الغريب بيقول عليا ايه؟ من امتى وعمتك بتحبنا؟ ما انت عارفه انها بتكرهنا وبتغير مننا عشان انت احسن من بنتها في التعليم وفي كل حاجه. ربنا يخليكي ليا يا ماما يا رب. يلا بقى يلا يا حبيبتي عشان تقومي وتنامي بدري عشان تروحي الكليه بتاعتك الصبح، ومالكيش دعوه بكلام حد، خليكي قويه كده وخليكي واثقه من نفسك، واعرفي انك احلى بنت في الدنيا دي كلها. حاضر يا ماما، تصبحي على خير. فعلا تاني يوم قمت من نومي ورحت على الكليه. مي اول ما شافتني ايوه كده، ده انا كنت خايفه قوي ان انت ما تجيش النهارده. ليه؟ ما هو انا برضو مش هضيع مستقبلي علشان شويه كلام ملهوش لازمه. ايوه كده، هي دي قمر اللي انا عارفاها القويه. جت علينا نور ولقيتها بتقولي والله انا قلت ان انت مش هتيجي الجامعه دي تاني، غريبه يعني انك جيتي. نعم، وليه ما اجيش بقى ان شاء الله؟ يعني هضيع مستقبلي علشان كلام من الناس اللي ملهمش اي 30 لازمه؟ مستقبلك؟ طب وانت يا حلوه بقى هتعملي ايه بمستقبلك؟ ما هو انت كده هتقعدي في البيت ولا هتتجوزي ولا هتشتغلي بشكلك ده. على فكره بقى انا مش هرد عليكي لان انت اصلا ما تستاهليش ان انا اقف معاكي حتى. قلت لها كده وسبتها ومشيت. بقى كده ما انا برضو مش هسيبك يا قمر الا لما اكسرك. اما بقى في المحاضره دخل احمد المعيد بتاع الكليه، فضل عمال يشرح، واول ما خلص قال اي حد عنده اي اسئله؟ رفعت ايدي وقلت له ايوه انا. اتفضلي، بس انا ما شفتكيش امبارح، انت اول يوم ليكي النهارده؟ ايوه انا جيت امبارح بس اضطريت امشي يعني لظروف خاصه. طب ممكن اتعرف باسمك؟ اسمها الوحمه. نور قالت كده وفضلت تضحك والكل بقى عمال يضحك معاها. قد ايه الكلمه دي كسرتني من جوايا، وسكت وقعدت من تاني من غير ما اتكلم. اتفضلي اطلعي بره. نعم ده انا؟ ايوه انت، لما تبقي تحترمي زميلتك تبقي تحضري المحاضره بتاعتي. حضرتك بتطردني انا علشان خاطر دي؟ ايه دي مش زيها زيك هنا، اتفضلي يلا بره. وفعلا نور طلعت بره. فرحت جدا من جوايا ان هو جاب لي حقي، ولقيته بيقول لي حضرتك اسمك ايه؟ قمت وقفت وقلت له انا اسمي قمر. فعلا اسم على مسمى ما شاء الله. فرحت جدا من كلامه وابتسمت له. سؤال ايه بقى اللي انت كنت عاوزه تسالهولي ده؟ ما كنتش عارفه ارد واقول له ايه. للاسف حقيقي والله مش فاكره انا كنت عاوزه اقول ايه بالظبط. ابتسم لي وقال لي ماشي، لما تفتكر انا موجود. متشكره جدا لحضرتك. وبعد شويه خرجت من المحاضره انا ومي. هو انت يا قمر حقيقي مش فاكره؟ ده انا اتلخبطت خالص. والله عندك حق، شفتي كان بيدافع عنك ازاي؟ انا لحد دلوقتي يا مي ومش مصدقه. كان لازم حد يوقفها عند حدها، تستاهل. وجات نور علينا. بقى انا المعيد يطردني علشان خاطرك انت يا معفنه؟ بقولك ايه، احترمي نفسك، انا مش معفنه. لا معفنه وشكلك وحش ومحدش طايق يشوف شكلك كمان.
على فكرة بقى انت مش محترمة وقليلة الأدب، بس حلوة والكل هيموت عليا، مش زيك يا معفنة، هتبقي وحيدة وهتموتي وحيدة. خلصت كلامها وسابتني ومشيت، وانا فضلت واقفة وعمالة اعيط ومي بتطبطب عليا. سيبك منها سيبك منها، دي متغاظة منك علشان المعيد عمل معاها كده. بس هي عندها حق، انا وحيدة قوي وهفضل طول عمري وحيدة. اخص عليكي اخص، امال انا بعمل ايه يعني؟ ما تستعبطيش يا مي، انت عارفة كويس قوي هي كان قصدها ايه. سيبك منها وان شاء الله ربنا هيوعدك بابن الحلال اللي يسعدك. انا مش بفكر في الكلام ده خالص ومش في دماغي والله، بس فكرة ان انا اكون وحيدة علشان خاطر شكلي دي مخوفاني قوي يا مي. ليه يعني؟ ما هي ناس كتير زيك واكتر منك كمان وعايشين حياتهم طبيعية يا قمر، دي وحمة وهي مش موحشة شكلك على فكرة ولا حاجة، بالعكس انت ملامحك جميلة جدا ورقيقة من غير حتى ميك اب. ربنا يخليكي ليا يا رب. طيب استنيني بقى يا ستي هنا لحد ما هروح نجيب حاجة ناكلها وهاجي على طول. طيب ماشي، انا هقعد هنا عقبال ما تيجي. وفعلا هي مشيت ولقيت احمد جاي عليا وبيقول لي اوعي تكوني اتأثرتي من كلام نور في المحاضرة. محاضرة ايه بس؟ ده الكلام دوت اهون بكتير من ان هي قالته لي حالا دلوقتي. نعم، هي قالت لك حاجة تانية؟ ما تاخدش في بال حضرتك، ده العادي بتاع نور، بس اهم حاجة ما تتأثريش بكلامها. الوحمة مش وحشة على فكرة، الوحمة حلوة جدا عليكي. فرحت قوي من قلبي وقلت له انا متشكرة جدا على المجاملة الجميلة دي. على فكرة بقى انا ما بعرفش اجامل خالص، انا بقول الحقيقة وبس. متشكرة لحضرتك. على العموم انا في المكتب بتاعي، لو عوزتي اي حاجة او مش فاهمة اي حاجة تجيلي على طول، مش عاوزك تترددي لحظة. اكيد طبعا. ومشي احمد وجات مي وقالت لي اهدى، هو كان بيعمل ايه هنا؟ لا ولا حاجة، كان بيقول لي ما ازعلش يعني على اللي حصل في المحاضرة وان قد ايه انا جميلة بالوحمة. يا سيدي يا سيدي، عادي يعني يا مي، الراجل بيكبر بخاطر عشان خاطر ما ازعلش. لا مش ده اللي يعرف يقول كلام خالص، ده شكله جد جدا وصريح على فكرة. تفتكري يا مي؟ ايوه طبعا افتكر، الا افتكر يعني، اشربي. وبعد شوية كنت بجيب شوية طلبات من السوبر ماركت، لقيت واحدة بتقولي يا ساتر يا رب، انت شكلك عامل كده ليه؟ ايه اللي في شكلك ده؟ اتضايقت جدا وقلت لها دي حضرتك وحمة يعني، هو فيها ايه؟ يا لهوي، ده شكلك وحش قوي ومشوهة شكلك خالص، ما تخرجيش يا بنتي في الشارع، حرام عليكي، هتسرعي الناس والاطفال كده. ليه بس؟ هو انا شكلي يخوف للدرجة دي؟ شكلك يخوف؟ هو انت يا اختي ايه ما عندكمش مراية في بيتكم؟ اعوذ بالله من غضب الله. حسيت بكسرة جوايا ومشيت بسرعة من قدامها وانا عيوني عمالة تنزل في دموع كتير قوي، ورحت على ماما. ايه ده يا قمر، هو انت نسيتي تجيبي الطلبات اللي قلتلك عليها؟ قلت لماما وانا منهارة من العياط انا خلاص يا ماما، انا ما بقتش هنزل الشارع ده تاني خالص، انا مش عاوزة اشوف حد ولا حد يشوفني يا ماما. يوه، طب اهدي بس، اهدي يا بنتي وفهميني في ايه. هو انا وحشة قوي يا ماما كده؟ شكلي يخوف قوي كده؟ قولي لي الحقيقة، يعني الاطفال لما يشوفوني ممكن يخافوا مني يا ماما؟ ده ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ واحدة يا ماما، واحدة قالت لي كده وقالت لي ما تخرجيش من بيتك، حرام عليكي تخوفي الاطفال. منها لله البعيدة، ده بدل ما تقول لك كلمة حلوة سيبك منها، دي مريضة نفسية، ما هو اللي يشوف حد وحش وهو حلو يبقى اكيد مريض نفسي. انت جميلة يا قمر وحلوة، ما تخليش اي حد يأثر عليك. لا يا ماما انت بتقولي كده عشان تجامليني، انا وحشة. وبعد كده سبتها ودخلت جوه الأوضة بتاعتي، قعدت أعيط على حالي. وتاني يوم ماما دخلت لي الله، طب ما انت صاحية اهو، امال ما لبستيش ليه بقى؟ ده انا افتكرتك راحت عليكي نومة. لا يا ماما انا صاحية. طب ايه، انت بقى مش هتروحي الكلية بتاعتك؟ لا يا ماما انا مش هخرج من البيت خالص. هو انت بتقولي ايه؟ انت عاوزة تضيعي مستقبلك يا قمر؟ يعني هو يفرق قوي كده؟ ما هو عادي، قعدت خرجت هي يا ماما. ومين اللي قال ان هي؟ قومي يا بنتي، ده مستقبلك، ما تخليش حد يهدلك كل حاجة. انا خلاص يا ماما ما بقتش عاوزة اي حاجة من الدنيا دي، وده غلط. انت لو هتسمعي الكلام الناس يبقى مش هتتحركي وهتفضلي كده مكانك. ما تتعبيش نفسك يا ماما، انا مش هروح الكلية دي تاني مهما حصل، ولا حتى هخرج من البيت. اما بقى في الكلية عند مي، بعد ما المحاضرة ما خلصت احمد جه عليها وقال لها انسة مي، هي قمر ما جاتش ليه؟ والله مش عارفة، عمالة اتصل عليها بيديني غير متاح، مش عارفة بقى هو في ايه. يعني هي ممكن تكون تعبانة ولا حاجة؟ لا، لو تعبانة كان زمانها كلمتني وقالت لي ان هي مش جاية. امال ممكن يعني يكون في ايه؟ انا هعدي عليها واشوفها مالها. طيب بلغيها سلامي واتمنى ان هي تيجي بكرة. حاضر هبلغها. اما بقى في البيت عند قمر، مامتها كانت بتقولها بكل عصبية
انا بقى سبتك تعملي اللي في دماغك واللي انت عاوزاه. الاكل بقى ايه علاقته بالموضوع؟ لو سمحت يا ماما، لو سمحت سيبيني على راحتي، انا مش عاوز اكل. حرام عليكي يا قمر اللي انت بتعمليه في نفسك وفيا ده. يا ماما انا هبقى كويسه، بس بالله عليكي سيبيني لوحدي. ووقتها جرس الباب رن. يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ وماما راحت وفتحت الباب وكانت مي اللي جت. ازيك يا طنط، القمر فين؟ كويس انك جيتي يا مي عشان تشوفي حل معاها. ليه بس يا طنط، هو في ايه؟ قمر مالها؟ ولا هي عاوزه تروح الجامعه ولا تنزل من البيت ولا حتى عاوزه تاكل؟ ايه ده؟ ليه بس كل ده؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ ادخلي لها عشان انا خلاص على اخري وتعبت معاها. وفعلا سبتها ودخلت اوضه قمر. هو في ايه؟ ها في ايه اللي تعباني معاكي؟ طب ما تفكوكم مني بقى عشان ما تعبكوش تاني. مش هينفع حقيقي والله ما هينفع. ليه يعني مش هينفع؟ ها علشان انا بحبك وما اقدرش ان انا اشوفك كده واسيبك زعلانه ابدا. انا بقى مش عاوزه حد يحبني ولا عاوزه حد يشوفني ولا عاوزه اشوف حد خالص. طيب ممكن بس تفهميني ايه اللي حصل لكل ده؟ وساعتها حكيت كل حاجه لمي. دي ست قليله الذوق ولا بتفهم اصلا، انت كنت ضربتيها باللي في رجلك كمان. يا سلام عادي كده؟ ايوه طبعا، انت ازاي اصلا تسمحي لها تقف معاكي وتقولك كده؟ ما عرفتش اقول لها ايه، انا انصدمت اصلا من كلامها. وهو ده بقى اللي خلاكي تقعدي في البيت كده وما تجيش الكليه النهارده؟ ايوه وخلاص مش هاجي تاني ابدا، حتى لو قلتلك ان احمد بيسأل عليكي. ايه احمد؟ انت بتتكلمي جد؟ ايوه جد، تخيلي بقى. طيب وقالك ايه؟ قال لي قمر ما جاتش ليه النهارده وكمان بيسلم عليكي، بعتلك السلام مخصوص. تلاقيني صعبان عليه، ما هو انا شفقه لاي حد. يا بنتي يا اوفر، بطلي هبل بقى، ما تخليش حد يحبطك وتعالي الكليه بتاعتك. هو انت يعني شايفه كده؟ ايوه طبعا، ويا ريت تيجي عشان خاطري وعشان خاطر سي احمد. اتلمي بقى. اي فعلا تاني يوم لما صحيت من النوم اخدت بعضي ورحت الكليه، واول ما رحت لقيت نور جاي عليا وبتقولي يوه هو انت جيتي تاني؟ ده انا قلت ان احنا خلاص خلصنا منك. وانت مالك انت؟ ما تخليكي في حالك. والله انا خايفه على نفسي وعلى زمايلنا، ذنبنا احنا ايه نشوف وشها ده كل يوم؟ خلاص حلك عندي يا ست نور، ما تجيش تاني، خاف على نفسك مني. قلت لها كده وسبتها ودخلت المحاضره، ومي قالت لي يا قمر يا جامد، ايوه كده ردي عليها ما تديهاش فرصه تضايقك تاني. هحاول والله. الحمد لله على السلامه. يا ترى بقى ايه سبب غيابك امبارح؟ اتكسفت جدا وقلت له لا ولا حاجه، كنت تعبانه بس شويه. لا الف سلام عليكي، مي بلغتك سلام امبارح؟ والله يا دكتور حتى اسالها. ايوه ما هو انا بسالها اهو. ده ايه الاحراج ده يا جدعان؟ ساعتها نور اتضايقت قوي لما شافت احمد واقف مع قمر. بقى تسيبني انا بجمالي وحلاوتي دي كلها وتبص لواحده معفنه زي دي وشها كله بايظ؟ ماشي يا احمد. وبعد كده خدت بعضي ورحت عليهم. احمد عاوزاك. انا ومي كنا واقفين ومستغربين جدا طريقه كلام نور مع احمد. ايه ده؟ هو انتم ما تعرفوش ان احمد يبقى قريبي؟ وانا قلتلك 100,000 مره في الكليه ما فيهاش قرابه. بقى كده يا احمد تشخط فيا قدامهم؟ عن اذنكم. وبعد كده احمد سابنا ومشي، ولقينا نور بتقول لنا على فكره بقى احمد يبقى خطيبي، بس احنا نعلن خطوبتنا بعد الامتحانات. انا بعرفك بس يا قمر، لا تسرحي بخيالك ولا حاجه ان هو ممكن مثلا لا قدر الله يبص لواحده زيك. نور قالت لنا كده ومشيت وسابتنا. اتصدمت من كلامها ولقيت مي بتقولي انا مش مصدقه ان احمد يخطب نور دي، ده باين عليه اصلا ان هو مش طايقها خالص. وانت فاكره بقى ان نور ممكن تسيبه؟ انسي يا ماما، بدل ما حطيته في دماغها يبقى خلاص. دي يا ساتر عليها، انا بجد مش عارفه مستحملها ازاي دي. اما بقى في مكتب احمد دخلت نور وقالت له انا زعلانه منك قوي يا احمد. خير؟ بقى ينفع تكلمني بالطريقه دي قدام قمر ومي؟ مش كفايه اللي انت عملته في المحاضره اول امبارح؟ انا اللي ما اسمحلكيش تكلميني بالاسلوب ده قدام اي حد، وكنت قلتلك مليون مره قبل كده ان القرابه دي في البيت مش في الكليه. حصل ولا ما حصلش؟ هو انت بتكلمني كده ليه يا احمد؟ انا مش فاضي، اتفضلي اطلع بره لو سمحتي. وفي مره كنت قاعده في المحاضره وجه عمر جنبي وقال لي قولي لي بقى، هو انت مش بتخافي تبص لنفسك في المرايه؟ ليه يعني؟ ماله شكلي ان شاء الله؟ ماله شكلك؟ هو انت بتتكلمي جد؟ انت شكلك وحش قوي. وبعد كده طلع مرايه من جيبه وقال لي بصي كده بقى بذمتك، ده منظر عجبني، ولو سمحت شوف انت رايح فين وسيبني في حالي. قال انت بتتنكي على ايه يا بنت انت؟ هو انت نسيتي نفسك؟ ده انت تحمدي ربنا اصلا ان انا بكلمك وبعبرك يا بنت.
ومره واحده لقيت الناس اتلمت علينا، اتكسفت قوي ولميت حاجتي وطلعت اجري. وقفت لما لقيت نور قدامي وعماله تقول لي انا لو منك ما جيش الكليه دي تاني، شكلك بقى وحش قوي على فكره. فضلت اعيط ومعرفتش ارد عليهم. فضلت ماشيه ومش عارفه انا رايحه فين، لحد ما قعدت على الكورنيش. لقيت واحده معاها ابنها ومش راضي ياكل، ولقيتها بتقوله لو ما اكلتش ربنا يخليك شبه طنط دي، شفت وشها بقى وحش ازاي. واول ما قالت له كده الطفل خاف جدا. لا 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 خلاص انا هاكل، انا مش عايز وشي يبقى بايظ كده. وبعد كده لقيتها ضحكت وقالت لي يا سلام لو تيجي لي البيت كل يوم اخوف بيك الواد عشان ياكل ويسمع الكلام ده، انت هتبقي لقطه. هو انت بقى فاكره ان دي حاجه حلوه ان انت تربي ابنك على السفاله وقله الادب وان هو يحرج الناس؟ يوه وانا مالي، يكونش انا اللي كنت خلقتك وحشه ولا حاجه؟ لا يا ماما مش ذنبي، انت اللي وحشه لوحدك والكل بيخاف منك. وعلى فكره بقى يحمدي ربنا ان انا قاعده جنبك انا وابني. لا وعلى ايه وانا مش قد شرف زي ده. ومشيت وسبتها وانا دموعي مغرقه وشي. ورجعت البيت واترميت في حضن ماما وقلت لها هو في يا ماما؟ هما الناس مالهم بقوا وحشين قوي كده ليه يا ماما؟ عمالين يجرحوا فيا وبينسوا ان انا ماليش ذنب في شكلي ولا حتى بايدي اللي انا فيه ده، وان دي خلقه ربنا وبس. اهدي يا قمر، اهدي يا بنتي وما تزعليش نفسك. انا موجوعه قوي قوي يا ماما، الكل عمال بيجرح فيا وبيكسرني، ما بقتش حمل كلام حد تاني خلاص. لا يا بنتي، لازم تبقي قويه توقفي الناس دي عند حدها، ما تبقيش ضعيفه يا قمر. هقف قصاد مين ولا مين؟ ده الكل عمال بيهاجم فيا يا ماما، الكل بعيرني بشكلي، انا بجد تعبت قوي. وبعد كده دخلت الاوضه بتاعتي وفضلت عمال اعيط. بعد يومين في الكليه مي، هي قمر ما بتجيش ليه؟ قمر رافضه ان هي تيجي خالص من ساعه اللي حصل بينها وبين عمر. ليه يعني؟ وهو ايه اللي حصل؟ وساعتها حكيت له على كل حاجه، وازاي المتخلف ده يقول لها حاجه زي كده. ما جاتش وقالت لي ليه وانا كنت اتصرفت معاه. قمر ما بتحبش المشاكل، بتكتفي بان هي بتهرب وخلاص. طب انا عاوزه اروح لقمر يا مي، ممكن توديني ليها؟ ايوه طبعا، دي هتفرح قوي، يلا بينا. وفعلا اخدوا بعضهم ومشيوا. نور كانت واقفه وسمعت كل كلمه. بقى كده يا احمد؟ لا، ده لازم طنط تعرف بقى وتوقفك عند حدك. اما بقى في البيت عند قمر، ده يبقى الدكتور احمد المعيد بتاعنا يا طنط، كان عاوز يشوف قمر ويتكلم معاها، ممكن تنادلها بعد اذنك؟ يا اهلا وسهلا. ايوه طبعا، يا ريت يا ابني تعرف تقنعها ان هي ترجع الكليه من تاني. هترجع ان شاء الله، هترجع. انا مش عايزك تقلقي خالص وانا هتصرف. خليك يا طنط، انا هدخل اجيبها انا. وفعلا سبتهم ودخلت عليها. وحشتني قوي على فكره، وانت كمان عامله ايه؟ انا عندي ليكي حته مفاجاه هتخليكي تنطي من على السرير دلوقتي. خير؟ احمد ايه ماله؟ لسه بيسأل عليا؟ لا، المره دي بقى واقف بره. نعم؟ بره فين؟ بره عند امي؟ امال عند ام انا؟ يلا يا بنت اتحركي لا يزهق ويمشي. كنت مبسوطه قوي وخرجت بسرعه، بس فضل احمد عمال يضحك عليا وانا بقيت واقفه مش عارفه هو بيضحك على ايه. هو حضرتك بتضحك على ايه؟ هو انا شكلي يعني في حاجه تضحك؟ طيب بصي كده على منظرك. بصيت على شكلي واتحركت قوي، ده انا خارجه له بالبيجامه بتاعت البيت. انا اسفه والله نسيت. لا ابدا ولا يهمك، بس تعرفي بقى ان انت شكلك حلو قوي بالبيجامه. بجد شكلي حلو قوي على فكره، انا متشكره قوي. على فكره بقى انا مش بجاملك، قلت لك قبل كده ان انا ما بعرفش اجامل. ممكن بقى اعرف انت ما بتجيش ليه؟ كده احسن، انا خلاص مش عاوزه اروح الكليه تاني. لا طبعا غلط، اللي انت بتقوليه ده غلط، لازم تروحي الكليه. هو انت عاوزه ايه؟ عاوزه تضيعي مستقبلك عشان واحد ملوش 30 لازمه؟ وجات ماما علينا وقالت لي قول لها دي مطلعه عينيا ومنشفه ريقي ومش راضيه تسمع الكلام ابدا. لا يا قمر، لازم تسمعي الكلام وتروحي الكليه، ده مستقبلك. ما خلاص بقى يا قمر، عشان خاطر الدكتور احمد كفايه قوي ان هو جه لحد عندك. خلاص حاضر، امري لله، هروح وانا هستناكي. ماشي احمد. وانا بقى من جوايا كنت بطير كده وبرفرف من الفرحه والانبساط. وبعد كده قلت لنفسي لا اهدي كده، هو اللي زي احمد ده برضه هيبصلك؟ يا سلام، وماله يعني؟ ما يبصليش ليه؟ مالك؟ قومي كده وبصي على نفسك في المرايه وانت تعرفي مالك. لا طبعا الكلام ده مش صح، الحلاوه حلاوه الروح مش بالشكل. ايوه انا بحب احمد واكيد هو كمان بيحبني. وتاني يوم في الكليه كنت رايحه ومبسوطه جدا، بس للاسف فرحتي ما كملتش لما لقيت نور واقفه ومعاه شويه بنات وعماله تقول لي اهي ام وحمه جت اهي. هو في يا نور؟ عاوزه ايه من قمر؟ والله انا عاوزه الست قمر اللي اسمها مش لايقه على شكلها خالص تسيب خطيبي في حاله. وعلى فكره بقى هو مش بيحبك، لا هو بس مشفق عليكي عشان بتصعبي عليه مش اكتر. انت بني ادمه قليله الادب، مالكيش دعوه انت يا مي. بصي كده على شكلك، بصي كده على وشك،
هو انت فاكره ان ممكن احمد يبصلك ولا حتى يعجب بيكي؟ ده انت شكلك يخوف يا بنتي. الكل بقى واقف عمال يضحك عليا، بس انا ما مشيتش زي كل مره. رديت عليها وقلت لها انت مريضه يا نور، قلبك ده مش نقي، كله سواد وغل، اخرسي. وكانت لسه هتمد ايديها عليا، بس مره واحده احمد ظهر ومسك ايديها. هو انت بتعملي ايه؟ انت اتجننتي؟ سيبني اربيها، ام شكل وحش دي. يلا يا ام وحمه، انت تاخدي بعضك وتمشي من هنا حالا. بقى كده ماشي يا احمد. وبعد كده مشيت نور والكل مشي، ولقيت احمد بيقول لي انا اسف يا قمر، حقك عليا انا، ما تزعليش. لا ما تشغلش بالك، مش دي اللي انا احط كلامها في دماغي. ايوه كده، ما تخليش اي حد ياثر عليكي. عن اذنك انا عندي محاضره. هو في يا قمر؟ انت ليه عملتيه وحش قوي كده؟ كده احسن، انا مش عاوزه شفقه من حد. بس احمد بقى شكله بيحبك، وبيحبك بجد كمان. هيحبني انا ليه وعلى ايه؟ هيسيب بقى كل البنات دي ويبص لنا؟ الحب مش بالشكل يا قمر. ده كلام انا بضحك بيه على نفسي علشان بس اصبر، لكن الحقيقه مش كده. الحقيقه ان كل الرجاله دلوقتي عاوزه واحده تكون قمر، وقمر بجد مش واحده زيي. طيب ما انت قمر يا قمر. انا قمر بس مجرد اسم مش وصف. والله العظيم اللي يعرفك هيحبك، انت تتحبي قوي. ده بس علشان انت اختي وصاحبتي. يا ريت كل الناس يشوفوني بعيونك انت وماما، يمكن يرحموني شويه من التنمر اللي انا على طول بتعرض له ده. طيب بطلي نكد بقى، ويلا بينا عشان ورانا محاضره. يلا بينا. وبعد شويه عند احمد في البيت، كان قاعد هو ومامته. قال له هو صحيح الكلام اللي بتقوله نوره ده؟ كلام ايه يا ماما؟ انا مش فاهم حاجه. اصلها بتقولي ان انت بتحب طالبه عندك في الجامعه، عندها وحمه في وشها، عامله لها عاهه في وشها. وهي الوحمه دلوقتي بقت عاهه يا ماما؟ بس اكيد مخليه شكلها وحش، يعني وهي بايديها؟ دي خلقه ربنا يا جماعه. وانت تعمل في نفسك كده ليه؟ ما تسيبها الحالة وتاخد الحلوة نور. ومين بقى اللي قالك ان نور دي حلوة بالنسبة ليا؟ واللي عندها عاهة في وشها بقى هي دي اللي حلوة بالنسبة ليك؟ ايوه يا ماما، في عينيا هي اللي حلوة، واحلى بنت في العالم كمان. تبقى اتجننت، انا مستحيل اخليك تتجوز واحدة بالشكل ده وتجيب عيال عندهم نفس العاهة. ومين بقى اللي كان قالك ان انا لو اتجوزت واحدة تانية مش هيبقى فيهم كده؟ دي حاجة من عند ربنا، واكيد ربنا ما بيجيبش اي حاجة وحشة لحد. احمد، من غير كلام كتير، انت لازم تبعد عن البت دي وفورا. انا اسف يا ماما، بس انا بحبها وعاوز اتجوزها. بقى انت يا احمد يا ابني، انت اللي البنات بتترمى عليك كده عاوز تتجوز واحده زي دي؟ قمر مش وحشه يا ماما، قمر حلوه، ودي كفايه طيبتها واخلاقها، ده بالدنيا كلها. طيبه ايه واخلاق ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ احنا بكره نروح نخطب لك نور، البت دي عجباني وهي دي اللي هتناسبك. انا بقى مستحيل اتجوز اللي اسمها نور دي لا شبهي ولا هتناسبني. والله انا قلت اللي عندي يا احمد، تبعد عن البت دي، ولا اما بقى هيبقى ليا تصرف تاني معاها. كنت قاعده في الاوضه بتاعتي وعماله ابص لنفسي في المرايه، دخلت عليا ماما وهي بتقولي يا سلام يا ناس، اجمل بنوته في الدنيا كلها. يا ماما يا بكاش، بتضحكي عليا؟ ما هو انت لو شفت انا بشوفك ازاي هتعرفي ان انا مش بكدب عليكي. ربنا يخليكي ليا يا رب يا ست الكل. على فكره بقى، احمد ده شكله بيحبك، باين عليه خالص. لا يا ماما، ده طلع بيشفق عليا. يو والله بيحبك يا بت، انا شفت بعيونه الحب كله ليكي. تفتكري يا ماما؟ بكره هتشوفي. وتاني يوم في الكليه كنت ماشيه لقيت احمد بيقول لي قمر ممكن نتكلم شويه؟ ايوه طبعا اتفضل. طيب تعالي نقعد. وفعلا قعدنا مع بعض. بقولك يا قمر، انا معجب بيكي قوي، من اول ما شفتك وانا معجب بيكي، وبصراحه كده يعني انا بحبك. بقيت واقفه مصدومه من كلامه. ايه ده؟ هو انت تعبان يا دكتور احمد؟ نعم، ليه بتقولي كده يا قمر؟ يعني هو انت نظرك كويس؟ انت شايف شكلي؟ وماله بس شكلك يا قمر؟ انت جميله قوي على فكره، والوحمه اللي في وشك دي محلياكي اكتر واكتر. انت بتجاملني صح؟ قلتلك كتير قبل كده ان انا مش بعرف اجامل، انا بقول الحقيقه وبس. يعني هو انت عاوزني حتى وانا شكلي كده؟ انت بالنسبه ليا ست البنات واحلى واحده في الدنيا دي كلها. بجد يا احمد؟ بجد الكلام ده كله ليا انا؟ ايوه يا قمر، انا بحبك وبحبك قوي كمان. ومره واحده سمعت صوت نور وهي بتقول شفتي بنفسك يا طنط وهو بيقول لها بحبك. بقى هي دي اللي انت عاوز تتجوزها؟ دي شكلها وحش قوي يا ابني. ماما انت بتقولي ايه بالظبط؟ انت تسكت خالص ولا اسمع حتى صوتك. وانت حبيبتي ابعدي عن ابني احسن لك، انا ابني هيتجوز نور اللي زي القمر دي، وانت ابقي روحي بصي لنفسك في المرايه. اتصدمت من الموقف، بس رديت عليها وقلت لها انا بقى عاجبه نفسي وراضيه بنفسي، وابنك عندك اهو، جوزيه اللي انت عاوزاه.
بس بلاش تتنمري على الناس وتكسريهم وتجرحيهم بكلامك، واللي بيخلق ربنا مش البني ادم، وعمرها ما كانت بالشكل يا طنط. عن اذنكم. قمر يا قمر استني. ليه كده بس يا ماما؟ حرام عليكي، انا مش هتجوز اي حد غير هي قمر وبس. وانت يا نور انا عمري ما هتجوزك، وروحي بس شيلي الميك اب اللي على وشك ده وبصي لنفسك في المرايه. هي وصلت لكده؟ طب على فكره بقى انا احلى منها 100 مره، انا حلوه وهي وحشه، دي شكلها بشع بشع وانا هوريها. ومشيت نور وركبت عربيتها، بس عملت حادثه واتقلبت بيها العربيه. اما بقى قمر في البيت كانت عماله تعيط. خلاص بقى يا حبيبتي اهدي، احمد بيحبك ومش هيسيبك. بس امه مش عاوزاني يا ماما، ولا الناس هتوافق على ان هو يتجوزني، لان انا عندي عاهه يا ماما، شكلي بيخوف الناس كلها، وهفضل لوحدي طول عمري، ولا هتجوز ولا هحب ولا هتحب ولا هخلف. لا يا حبيبتي لا، مش هتبقي لوحدك، هفضل معاكي، وكل اللي بيحبوكي في الدنيا دي كمان هيفضلوا معاكي. انا تعبت من التنمر قوي يا ماما. ليه الناس بتحاسب ناس على حاجات مالهمش ذنب فيها ولا بايديهم خالص؟ ليه ما بيرحموناش؟ ليه مش بيسيبونا نعيش حياتنا زيهم؟ ليه عاوزين يموتونا بالحياة؟ ليه يا ماما؟ احنا كمان عندنا قلب وعاوزين نعيش وسطهم. انا بكره اللي بيتنمروا على حد، انا خصيمة اي حد اتنمر عليا اليوم القيامة. قلت لها كده وفضلت اعيط. عدى عليا اسبوع وكنت في حالة من الاكتئاب التام. واخرتها يا قمر الحياة ما بتقفش على حد يا بنتي. انا زعلانه على حالي قوي يا مي، وعلى الناس اللي مش سايباني في حالي. خلاص ما بقتش عاوزه اشوف اي حد، ما عنديش اي استعداد اسمع ولا اشوف اي حد بيتنمر عليا. ما ينفعش كده يا قمر، خليكي قويه وجامده وواجهي الكل. بيرجعوا بيكسروني، مش مدين لي اي فرصه ان انا اواجه حد. فجاه لقيت ماما بتخبط عليا وبتقولي تعالي بره، في حد عاوز يشوفك. مش عاوزه اشوف حد يا ماما. اسمع الكلام يا بت، حد ومصمم يشوفك، ولو ما خرجتيش بقى هيدخل لك هو. ده مين ده يا ماما؟ حد انا عارفاه؟ تعالي يا اختي وشوفي بنفسك. وفعلا خرجت، بس اتصدمت لما لقيته احمد ومامته ونور. بس نور كان شكلها صعب قوي. ايه ده مالك يا نور؟ وشك ماله؟ انا عملت حادثه يا قمر ووشي باظ ومش هيرجع زي الاول من تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. ده ذنبك يا قمر، ذنبك عشان انا كنت دايما بتنمر عليكي وكنت قاصده ان انا اكسرك. ربنا ياخد لك حقك مني. سامحيني يا قمر، انت الاول كنت احسن مني بس باخلاقك وبقلبك، ودلوقتي احسن مني كمان بشكلك. شفت ربنا بيحبك ازاي؟ سامحيني يمكن يغفرلي. مسامحاكي يا نور، والله مسامحاكي. وسامحيني انا كمان يا بنتي. انا مش هلاقي عروسه في الدنيا دي كلها لابني زيك، ولا في حلاوتك ولا في طيبه قلبك واخلاقك. بحبك يا قمر، بحبك وما اقدرش استغنى عنك، وانت احلى بنت في الدنيا دي كلها. والحمد لله اتجوزت انا واحمد، وكمان خلفنا بنوته زي القمر. بجد وعاوزه اقول لكم بلاش تتنمروا على حد ولا تجرحوه بكلمه ولو حتى بهزار، لان كلمتك دي بتهز ثقته بنفسه وبتكسره قوي، لا للتنمر. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، وكمان خلصت حكايتنا. استنوني في حلقه جديده بحكايه جديده. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل قصه جديده.